لا مؤاخذة، ما خدتش بالي انك قاعدة هنا. ما حصلش حاجة. شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن المزقة فيها مية. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي. اصلهم اول مرة يهملوكي وحدك، قلت اطمن. انا ما بحبش البندرية ولا بحب اخد بخاطرهم، اصل هم سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال يعني. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي. اصلي بصراحة يعني انا ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باشمهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحدة اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تأخذنيش يعني لو طلعت مني كلمة كده ولا كده. تصدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتتسبحي في المسجد. يا مصيبتي. ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت بتسوس فين؟ اوعاك تقول لي وسط الزرع. مدسوس والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص. يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني طيب. انت قليل الحياة، اوعاك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لساني. يا بنت الناس قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني بعد عني، لا صرخ واخليهم يقتلوك وانت واقف. قتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباوة اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ مري ايه اللي انا هببته ده؟ اعمل ايه؟ يا نسمة بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك. من وقت ما شوفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن ربنا عمل كده عشان تبقي من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك، مش تتجسس على الناس الآمنة. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. نسمة، لو طلبت يدك من ابوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، ابويا مش هيوافق، وانا لا هقبل واحد زيك قليل الحياة، وسيبني في حالي. حقك عليا مرة تانية. انا قليل الحياة فعلا. ايه اللي انا عملته ده؟ لو قالت لابوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ انا لم خلقاتي وارحل. طب اروح فين؟ يدبرها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة في عمري يا كبير أشوف دياب حزنان وبيبكي كيف الحريم. حاسس بذنبه. يقول له المخدرات اللي بياخدوها كان يمكن يحس بيه ويسعفه، لكن ما درش بحاجة. عشان يعرفوا انك كنت عاوز صالحهم لما قلت لهم يبطلوا الهم دي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل كبير يتحمل وزر عيلته. انتوا هتقعدوا هنا؟ فيها ايه؟ بيتنا وملناش متوى غيره. بس نسمة هناك في الارض وفاكره اننا هنعاود. قاعدة هناك وحديها؟ قالت مالهاش صالح بعزة نفيسة ولا بالبندرية كلهم، قاعدة تغسل مواعين. مين هناك من الرجالة يا نجي؟ هناك ولدي بكري وزرزور والرجال اللي بيحرسوا الشونة كلهم. وكم مرة دي؟ مرت وهدان على مرت عمران قاعدين في الغيط. يبقى ما ينفعش تقعد هناك وحديها. مش اي حد من الرجال يجيبها نجي. حاضر يا أخوي. انا هدخل اشوف ايه التاكل. حكم البيت بقى زي الخرابة، تحتار في الوكل وتحتار في الشرب. شكلك ولفت على هناك يا عديلة. ومن يكره راحة البال. هتساعديني ولا لا؟ لا. انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي. اصلي ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. معقول انا لسه جميلة وحد رايدني؟ بس ايه الفايدة؟ ده غريب عننا وعمرهم ما هيقبلوه وسطيهم. يا ست نسمة! يا ست نسمة! يا ست نسمة! عاوز يا زرزور؟ افتح الباب يا ست نسمة! ايه؟ الباشا مهندس عمر
لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول له يقعد معانا بالعافيه اياك. عطنيه شوي عقبال ما نشوف بكر وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربيه تنقله للمركز. طب روح شوف بكري وانا احصله. تسلم يا ست نسمة، بس امانه عليكي تمسكي فيه وتثبتي، ده احنا من غيره نبوظ. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني اثبت فيه يا زرزور؟ إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على اللي حصل منك فما تخافش، مش هقول له. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، أنا ما حصلش مني حاجة تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمة عفشة. كنت قلت لك يعني إني شفتك، أنا كتمت اللي شفته. اقفل على الموضوع ده كأنك ما قلتليش. والله ما كان غرضي أحرجك، أنا كان غرضي أقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مقسومالي. أنا ما بطلتش تفكير فيكي بالحلال، قلت لنفسي ليه ما اتجوزهاش ما دام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني أسألك قبل ما أتقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور، أنا متعلم يا نسمة مش جاهل. شفت بنات كتير في الجامعة وفي البندر وعرفت واحدة واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فت معرفتهم باحترام فتهم باحترام. المهم انك محافظة على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمة ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها تبقى بنت محترمة. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطورة وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق انا عايز اتجوزك، بس خفت اكلم ابوك يقول عليا قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها وامشي لحالي. انا هقول لامي، واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناعة هنا كنت وسطته بيني وبين ابوكي. قول لي الاول، اديك عرفت حكايتي، انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقتي؟ وليه مهمل ناسك؟ ابوكي عارف كل حاجة من اول ما جيت. لو في نصيب اسأليه وهو يقول لك. بيجي دول اصول يا باشمهندس. عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول لك كبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له انه مزعلني، ولو عرف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد ما فيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق يا الحق الباقي من عمري في بلد تاني. خبريه فاضل خير. سيناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمه ووديها للبيت بالعربيه. وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاجي. انا جاهزه. قولي لابوي انها بايته هنا مع الرجاله وما تجيبيش سيره عن حكايه سعود. انا هبقى اقول. مع السلامه. مع السلامه. روق دمك يا باشمهندس، ما انت برضك مننا ولا علينا.